النهارده ان شاء الله هنعمل الكوارع والكرشه وكمان لحمه الراس. هنعملهم ان شاء الله، هيكونوا حلوين جدا وبطريقه سهله جدا. انا على البوتاجاز دلوقتي معلقه 3 حلل ميه بتغلي. وهقول لكم هنعمل ايه بالترتيب بالخطوات. زي ما انتم شايفين الكوارع اهي بتجيلي بالشكل ده متقطعه كده نظيفه وكل حاجه. بس احنا بنعمل حاجه، بنسلقها سلقتين، مش سلقتين يعني، يا دوب بننزلها في ميه مغليه زي ما هنشوف دلوقتي دقيقتين 3 ونطلعها، وعلشان نغسلها ونرمي الميه دي ونستخدم ميه تانية. تعالوا بقى نشوف عشان ما نتكلمش كتير، تعالوا نشوف الخطوات. نفس الكلام على فكرة هعمله مع لحمة الراس دي. شكل لحمة الراس ساعات بيبقى فيها شعر بسيط كده، فبرضو بسهولة عشان نغسلها هننزلها في مية بتغلي دقيقتين 3 ونطلعها على طول. ونفس الموضوع نغسلها وبعدين نرجعها بقى. الكرشه هي الوحيده اللي مش هسلقها مرتين، هنزلها على طول دلوقتي في ميتها. تعالوا نحط الكرشه الاول ونشوف هنعمل ايه في الباقي. دي اول حله هيت فيها ميه، الميه بتغلي كويس جدا. حطيت فيها بصلايه وورق لورا شويه حلوين، وبرده حبهان شويه حلوين، يعني 5 6 فصوص حبهان. ما تبخليش عشان الشوربه بتاعك تبقى ريحتها حلوه ويعني وتعجبك وتقدروا ما تلاقولهاش ريحه، وريحتها تبقى حلوه يعني. فانا بحط حبهان ولورا وبصلايه وفلفل اسود، دول اللي انا ما بستغناش عنهم نهائي. تقدري تزودي بقى قرنفل، تقدري تزودي عود قرفه زي ما تحبي. تمام. انا بقى هنزل دلوقتي بالكرشه، هي مجمده نص تجميده كده. انا هنزل مره واحده بالكميه كلها، دول 2 كيلو. هسيبهم بقى هما هيفكوا مع بعض ويستووا. انا مش هعمل اي حاجه في الكرشه دلوقتي، هغطي عليها ومش هحط الملح غير لما تقرب تستوي في الاخر. يبقى دي اول حاجه الكرشه علقنا عليها. نروح بقى للميه اللي بتغلي، هنشوف هنعمل ايه في لحمه الراس والكوارع. دلوقتي دي حله فيها ميه بتغلي اهي. هعمل ايه بقى؟ انا هعمل لحمه الراس الاول. هنزل لحمه الراس يا دوب اهو. الميه ما فيهاش اي حاجه خالص، ولا فلفل اسود ولا ملح ولا ورق لورا ولا اي حاجه، دي ميه عاديه خالص. هنزل فيها كل لحمه الراس يا دوب اهو. هحطهم دي زي ما انا مشارياها، يا دوب شطفتها بس زي ما انا مشارياها من الجزار او من الناس اللي بيبيعوا الحاجات دي. وعلى طول هي يا دوب تقلبتين اهو. اول ما لونها يتغير للون البني خلاص هبتدي بقى ان انا اطلعها على مصفى علشان ابتدي ان انا اغسلها. انا عندي هنا اهو بوله بمصفى، هبتدي بقى اطلع لحمه الراس بتاعي علشان اسلقها. انا كده خلاص طلعت لحمه الراس اهي. هنزل في نفس الميه على طول بالكوارع علشان ما اقعدش كل شويه، بس هستناها تغلي تاني. هنزل في نفس الميه على طول بالكوارع وارجع بقى اغسلهم الاثنين، عشان مش كل شويه اكب الميه واغليها. طالما انا بعمل نفس الوصفه وكده كده انا بعمل السلقه دي غسل، فمش محتاجه الميه، مش هتبقى حاجه مكان حاجه يعني. فانا هستنى الميه تغلي وانزل بالكوارع تاني. الميه خلاص ابتدت تغلي تاني اهو. شايفين بقى الشعر ده بيطلع بسهوله جدا امتى؟ لما بنزل الغلوه الاولى دي واطلعها اغسلها، هلاقي الشعر ده بقى طلع بسهوله جدا. هبتدي بقى ان انا انزلها. الكارع ده عامل لي 7 قطع، حجمه كبير. دقيقتين 3 بالظبط وهطلعهم. كده خلاص هبتدي بقى ان انا اخرج الكوارع عشان اغسلها وارمي بقى الميه دي، واعلق بقى على حلتين ميه تانيين وفيهم بقى الحاجات الحلوه بتاعتي كلها، اللورة والحاجات الحلوه، الحبهان والفلفل الاسود. بس هنروح الاول كده على الحوض نغسلهم ونطلع منهم الشعر ونشوف نخليهم زي الفل الاول على ما تكون حلتين الميه وغليوا.
دي الميه بتاعت لحمه الراس، غليت اهي، فيها طماطم، بصل، ورق لورا، حبهان، فلفل. هنبتدي بقى. شوفوا لحمه الراس غسلناها وخليناها زي الفل، والميه بتغلي كويس جدا. هحطها بقى. طبعا اي ميه بنزودها بعد كده بنزود ميه سخنه، ما بنزودش ميه ساقعه خالص. زي ما انتم شايفين انا حاطه لحمه الراس قطع كبيره. وقت بقى ما نيجي نحمرها، يعني بعد ما تتسلق، شايفين، هنقطعها بقى قطع صغيره ونحمرها زي ما نحب، يعني الحجم اللي احنا نحبه. هغطي عليها، وطبعا مش هحط اي ملح دلوقتي خالص. الملح هحطه برده قرب السوا. تمام. انا مستنيه دلوقتي الميه بتاعه الكوارع تغلي عشان اسقط الكوارع، وبرده حاطه فيها نفس الكلام، ملح، قصدي فلفل اسود، طماطم، بصل، لورا، حبهان، تحبي تحطي قرنفل، عود قرفه، زي ما تحبي، المنكهات اللي تحبيها. والكرشه بتغلي عندي اهي وبتستوي وزي الفل وتمام اهي زي ما انتم شايفين. هسيبها طبعا تاخد وقتها لحد ما تستوي خالص. كل حاجة لها وقت سوا، يعني الكرشة ممكن تاخد منك لساعتين، الكوارع ممكن تاخد 3 ساعات، لحمة الراس على حسب بقى، هنشوف واقول لكم، عشان على حسب الكمية. انا عاملة كيلو وربع تقريبا. فهسقط بقى الكوارع دلوقتي معاكم. مهم بقى جدا علشان اخد شوربه حلوه وصافيه وطعمها حلو جدا، ان انا اشيل الريم اللي بيطلع على الوش ده. خصوصا في لحمه الراس هتلاقوا الريم ده لازم نشيله كده بالراحه خالص بمعلقه، علشان الشوربه تكون بتاعتك صافيه وحلوه ونظيفه وتفتح نفس اللي ياكلها كده. كده خلاص كل حاجه استوت معايا زي ما انتم شايفين. ده اول حاجه الكرشه، شايفين شوربتها صافيه جدا ازاي ومستويه جدا. دي بقى الكوارع برضو زي ما انتم شايفين، الشوربه تحسي انها حاجه كده نظيفه جدا غير خالص اللي بنجيبها من بره. ودي لحمه الراس برضو زي ما انتم شايفين، الشوربه بتاعي صافيه وغنيه وطعمها حلو جدا. عاملين اكله حلوه جدا بنظافه. ببتدي بقى ان انا اقسم الحاجات دي كلها على اكياس وعينهم في الفريزر، واطلع على قد الطلب، لان كل ده بيطلع اوردرات. يلا نشوف بقى بنجهز الاوردر ازاي. احلى طريقه بقى علشان نعمل بيها طاجن الكوارع، عارفين الفته، التقليه بتاعه الفته، الصلصه اللي هي بالخل والثوم، تومه ونطش فيها شويه خل، وبعدين ننزل بمعلقه صلصه بيوريه، وبعدين عصير طماطم اللي هي دي اهي اللي بنحطها على الفته، تحفه خطيره. دي بقى نعملها ايه، ناخد شويه منها كده، احنا كده كده هنعمل فته، ناخد بقى شويه كده هحطهم في الارضيه، وبعدين هاخد الكوارع. انا هحط دلوقتي 3 قطع من الكوارع، يعني نص الكارع تقريبا. تمام اهو. وهعمل ايه بقى، وهحط كده على وشه برضو شويه كده، وادخلها الفرن تتشمع. بتكون بقى الكوارع تحفه تحفه، تعجبكم جدا الطريقه دي. بناخد بقى من الكوارع نفسها دي ونحط على وش الفته الرز بقى والعيش بتاعنا وكده، ونحط الصلصه بالكوارع دي، بتكون روعه وشكلها حلو قوي ولونها جميل. هدخلها بقى الفرن وبعدين اطلعها. ده بقى شكلها بعد ما دخلت الفرن وخدت تشميعه كده حوالي ربع ساعه، خدت لون حلو علشان ابتدي اعمل بيها احلى طاجن او احلى طبق فتة كوارع. طبعا العيش والرز والشوربه والكوارع على الوش، وتاكلي احلى طبق فتة كوارع. يلا بقى نشوف بقيه حاجتنا هنعملها ازاي. هنا بقى هحمر الكرشه، هنزل كده بقطع الكرشه بتاعي عشان تتحمر. هعلي النار شويه، هديها تحميره، وبعدين هنحط بقى الخلطه بتاعتنا، بتديها طعم فظيع. مش كرشه متحمره وملح وفلفل كده وخلاص، لا لا لا، هنحط بقى خلطه بتخليها رهيبه. كل اللي دقها بصراحه بالطريقه دي عجبته جدا بالخلطه بقى اللي احنا هنعملها دلوقتي دي. بس هديها بقى تحميره كويسه، يعني هقلب فيها لحد ما تتحمر كويس جدا. هندي بقى تقريبا الكرشه كده، عايزينها تتحرق عشان
انا عايزاها لما تاخد اللون الحلو كده ابتدي انزل بالخلطه اللي هقول لكم عليها دلوقتي. دول فصين توم متقطعين شرايح اهو، هنزل بيهم هنا هيدوا بقى ريحه روعه. هنزل بقى على الكرشه والتومه بشويه فلفل متقطعين شرايح كده، وشويه بصل متقطعين برده شرايح، وهديهم تقريبا يا دوب بس البصل قبل يعني يدبل، اقل ما يدبل كده. هنزل بقى اخر حاجه عندي بالطماطم بس، وهدي بقى التوابل بتاعي ملح وفلفل كمون بس. استنى الطماطم يا دوب بس تاخد التشويحه معاهم، ويبقى كده خلطه الكرشه بتاعي تحفه. حطيها بقى وتتاكل بقى مع العيش والخضره ولحمه الراس، الحاجات دي كلها اكله تحفه. اللي بيحب الحاجات دي يعني هتعجبه جدا بالطريقه دي. انا يا دوب بقى دلوقتي هحط لها الملح، هحط الملح مش كتير عشان اصلا الكرشه متحدقه، انا بس بحدق الحاجه اللي انا بحطها يعني بعد التحديق. وبرده شويه الفلفل الاسود، واديهم بقى التقليبه الحلوه كده وخلاص. هغرفها برده بقى في السرفيس جنب الممبار، هتلاقوا فيديو الممبار لوحده. هغرفها بقى في السرفيس علشان يتفضل لحمه الراس، هحمرها مكان الكرشه على طول. حط شويه زيت كمان واحمرها مكانها. انا كده غرفت الكرشه اهو، شايفين جنب الممبار، وفي الجزء الفاضي ده بقى هحط لحمه الراس، والطبق بتاعي يبقى تحفه في منتهى الجمال والشياكه. هوريكم شكله في الاخر بعد ما احمر لحمه الراس. هحمر هنا لحمه الراس مكان الكرشه على طول، حاطه شويه زيت حلوين كده. انا قطعتها بس قطع متوسطه الحجم، يعني في الحجم ده كده. لحد ما تاخد اللون اللي تحبوه وخلاص بقى طلعوه كده. خلاص لونها كويس جدا اهي. اللي عايز يحمرها عن كده تمام، خلاص مش عايزين، هي كده لونها حلو. المهم بقى ان لحمه الراس لازم تخرج على خضره كتير جدا، عشان طبعا عارفين انها بتبقى سمينه، فهنخرجها بقى على خضره باقي السرفيس يعني. ونرش عليها الملح والفلفل. شايفين السرفيس بتاعنا شكله حلو ازاي. هنحط بقى كمان لحمه الراس جنبه. طبعا دي مش كل الكميات اللي انا عاملاها، انا عملت على قد اللي هيتاكل بس، او بمعنى اصح ده اوردر، فعلى قد اللي هيتسلم، والباقي بيتحط في شوربه في التلاجة في الفريزر او في التلاجة لو مش هيقعد كتير، وبنطلعه وقت ما نكون هناكله. وده كان الشكل النهائي للطبق بتاعي اللي مطلوب مني، اللي بطلعه اوردر. كان مطلوب مني طبق مشكل طبعا جنب طبق فتة الكوارع. بس انا عملته فتة بقى، هوريكم صورته في النهاية. لما عملته فتة الطبق حلو جدا. طبعا حاجة معمولة في البيت ونظافة، علشان كده بصراحة يا جماعة الاكل البيتي احسن كتير ما تطلبوا من الحاجات دي من بره، من المصمت او من المطاعم او كده. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا والطريقة عجبتكم. اسيبكم بقى مع الفيديوهات علشان تشوفوا، مع الصور قصدي، عشان تشوفوا الشكل النهائي اللي انا قدمت بيه الفتة.